أنا اسمي جينا. تم قتلي على يد والدي. كنت أتمنى من والدي أني أعيش أكثر من 10 سنوات. والدي اسمه مارجيل، والدتي اسمها كريستين. ويوم الحادثة بالضبط 1/8/1950 كان يوم وفاتي، كان يوم فراقي عن هذا العالم. كانت أمي كريستين يوميا تصحيني الساعة 7 صباحا. كنت بروح مدرستي مع تين وكريس. تين وكريس هما زمايلي في المدرسة، وكمان كانوا زمايلي في جنبي في البيت. كنا دايما بنروح مدرسة يوميا، نقعد نضحك ونهزر واحنا رايحين المدرسة، وكنا مبسوطين جدا بأيامنا وفي عمرنا هذا. كنا متفوقين جدا في الدراسة، كنا بنساعد بعض جدا في الدروس، وبنرجع بعد المدرسة بنكمل مذاكرة. بعد مرور 5 سنوات وأنا بالعمر 10 سنوات تم انفصال والدي عن والدتي كريستين، وكانت دايما بينهم خلافات اني انا اعيش مع مين فيهم. وامي كانت رافضه رفض قاطع اني اعيش مع والدي، لانها عارفه ان والدي دايما بيروح ملهى ليلي وبيشرب كتير خمور، وكان في دايما استهتار، وما كانش عنده المسؤوليه انه يبقى مسؤول عني. وبالفعل امي رفعت قضيه، والمحكمه حكمت اني اعيش مع والدتي، الحضانه تبقى معاها. وبالفعل تم تنفيذ هذا الحكم. والدي كان غضبان دايما اني عايشة مع والدتي، وبدأ بالفعل يفكر في الأفكار الخبيثة والدنيئة بتاعته. وبالفعل مرة من المرات طلب من أمي اني اروح مع الملاهي يفسحني، وأمي ما رفضتش، بس عملت حركة ذكية. راحت بلغت الشرطة عشان تأمن نفسها وتأمني ان انا ارجع تاني البيت، وان انا وان بنتها سلمتها لوالدها. وبالفعل أمي ذهبت إلى قسم الشرطة وبلغتهم. وبالفعل والدي أخدني وفسحني، وبسطت جدا في اليوم الملاهي، وطلبت منه آيس كريم، وبالفعل نفذ كل طلباتي آيس كريم. وطلبت منه أن يركبني القطار، وفعلا ركبني القطار. وبالفعل طلبت منه أنه يصالح والدتي، وبالفعل ما رفضش خالص، وكان لطيف جدا معايا، وقال لي تمام أنا هاجي أروح وأصالحها. وبالفعل بعد ما خرجنا من الملاهي واتبسطت جدا، رحنا على بيت والدتي وطلب منها المسامحة، بس أمي محبتش ترجع له تاني، وكان قرارها حاسم. وبالفعل غضب مرة أخرى وذهب إلى بيته وتركني مع أمي. ولما أمي وثقت فيه إن هو رجعني بكل أمان وسلام، هو بالفعل بعد أسبوعين بالظبط بعد خروجه ليا من الملاهي طلب منها إنه يخرجني تاني ويوديني مكان آخر غير الملاهي. فبالفعل أمي وثقت فيه، والمرة دي غلطتها إن هي مراحتش بلغت قسم الشرطة، اديته الأمان وقالت له مفيش مشكلة. وبالفعل خدني، بس المرة دي ما خدنيش على المكان اللي قال عليه، خدني وداني البيت بتاعه. البيت بتاعه دوت كان شكله غريب جدا، أمي ما كانتش عارفة خالص الموقع بتاعه. بالفعل دخلت قلت له يا بابا احنا مش هنخرج. قال لي لا، بس الاول هنقعد هنا نتغدى وبعدين هنخرج في المكان اللي انت عايزاه. وبالفعل قعدنا شويه عشان نتغدى. قال لي لازم تتغدي الاول عشان تعرفي تخرجي. وبالفعل اتغديت معاه، بس حسيت بدوخه غريبه مش بتجيلي خالص. وبالفعل نمت بعدها، وبعد ما صحيت لقيت نفسي في القبو بتاع البيت ومقفول عليا بالمفتاح، ولقيت الجدران حواليا شكلها غريب. كنت بسمع دايما في الافلام التلفزيون ان الجدران اللي بتبقى شبه كده بتبقى جدران ان هي ما بتطلعش الصوت بره، بتكتم الصوت. وكنت بصيت للسقف ساعتها ما لقيتش ولا شباك، بس لقيت فتحة صغيرة من السقف، والسقف يبعد عني بحوالي 4 متر، بعيد جدا عليا. قعدت اخبط على الباب يا بابا يا بابا، والدي ما كانش بيرد عليا، ما كانش سامعني من صوت الجدران. والساعة 3 جه فتح الباب، قلت له انت ليه حبسني؟ وهو كان جايب اكل في ايده. قال لي انت من هنا ورايح هتعيشي معايا، انا مش هتعيشي مع والدتي، بصوت حاد جدا. وبعدين قفل الباب ومشي. يوميها قعدت اعيط جدا لدرجة معرفتش اكل. بعد كده تاني يوم
قرر الموضوع وجاب لي أكلي وشربي. وبعدين قعدت آكل عشان أعرف أفكر. بس أنا كنت طفلة عندي 10 سنين، ما كنتش عارفة ألاقي حيلة أعمل إزاي ولا أخرج إزاي، والباب كان مقفول عليا بقفلين. بس كان اتأقلمت واتعودت إن أنا أعيش، وكان كل يوم يجيب لي أكل وشربي. بعد كده بابا ما جاش يوم كامل. استغربت جدا، بابا كل يوم يجيلي بس والدي ما جاش خالص اليوم ده. استغربت جدا وكان الجوع قاتلني، كانت بطني بتوجعني من شدة الجوع. بعد كده استنيت، ما كانش قدامي غير الانتظار. تاني يوم برضو بابا ما جاش، والدي اتأخر جدا لدرجة اني مش سامع اي صوت ولا اي همس في البيت من فوق ولا اي حاجة، بسبب الجدران ولا فعلا هو جاي ومطنشني مش عارفة. وكان فاضل في الازازة اللي فيها مية 5 سنتي. ايوه، كان فاضل في الازازة اللي كان فيها مية جنب السرير 5 سنتي بس. طيب دول مش هيكفوني خالص. بدأت اشرب سنتي في سنتي في سنتي لغاية لما الازازة كلها انتهت. الأوضة أصلا عبارة عن 1.5 متر في متر، فيها سرير واحد يساعي فرد واحد، وفيها بانيو بحيث ان هو لما بيجيب لي ازازة كبيرة قوي بيحط لي فيها مية كل 3 ايام عشان استحمى. بس هو الازازة دي كانت وقتها خلصت تماما، لان اخر مرة كنت استحميت خلصتها تماما ما فيهاش ولا نقطة مية. وكان كمان في الأوضة الجدران اللي انا قلتلكوا عليها كانت سميكة جدا وشكلها غريب من ماتيريال او خامة غريبة بس. وكان مفيهاش اصلا سجاد ولا اي حاجة، وكان الباب مقفول بقفلين 2. كانت الأوضة وضعها صعب جدا، ما كانش فيه هوا بيدخلها، كان وضع سيء تماما. بقيت اشرب المية ال5 سنتي دول، يعني سنتي في سنتي لغاية لما خلص تماما. تالت يوم هو كان غايب تماما وما كانش بيجي نهاية الأوضة، وكنت مستغربة الوضع جدا. وكان بالفعل بدأ يجيلي غيبوبة بنام كتير واصحى افتح عيني الاقي لا اما الشمس موجودة في الفتحة لا اما الليل موجود والشمس خلاص راحت. كان بيجيلي غيبوبة ممكن انام فيها بال8 ساعات وال7 ساعات متواصلة وبال12 ساعة كمان. كان الوضع سيء جدا بالنسبة لي، واول مرة واخر مرة يمر عليا هذا الموقف. كنت مستغربة جدا الوضع، ازاي والدي ما يجيش لغاية دلوقتي يطمن عليا ولا يديني اكل ولا حتى مية. لغاية لما جه رابع يوم من غير ولا اكل ولا ميه ولا والدي يطمن عليا، بدات اخش في غيبوبه شديده جدا، وما كنتش بقوم من النوم لغايه لما فقدت الوعي تماما. ما كنتش بقوم نهائي من على السرير، وبالتالي فقدت وعي نهائي وفرقت الحياه نهائي. انا دلوقتي في عالم تاني غير عالمكم ده. وحشني جدا امي كريستين، وحشني تين وكريس زمايلي في المدرسه، وحشتني الدراسه جدا. انا كنت من المتفوقين، بس انا دلوقتي في عالم اخر. انا بحب امي جدا، لكن والدي